السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بما ان بقى الجو بقى ساقعة وعايزين اكلات كده تدفينا، طبعا مفيش احلى من العدس في الجو الساقع ده. هنعمله ان شاء الله بطريقة حلوة جدا وان شاء الله مش هتغيروه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ازاي. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة كده هجيب حلة على النار وهنزل فيها بحوالي 3 معالق كده من الزيت، وبعد كده هنزل بحوالي 5 فصوص كده من الثوم وبصلتين متوسطين متقطعين. هبدأ كده اشوحهم. الطريقة دي بتبقى حلوة جدا للعدس، احسن من السلق كمان، جربيها. هتشوحي كده الثوم مع البصل كويس قوي لحد ما يدبلوا وياخدوا لون معايا. التشويحة دي بتدي طعم لذيذ جدا للعدس. هبدأ اشوح فيهم كده لحد ما يبدأوا يدبلوا وياخدوا لون معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خلاص اخدوا لون ذهبي كده معايا. اللسعة دي هي اللي هتخلي الطعم بتاع العدس جميل. هنبدأ بقى ننزل بالوحدتين من الجزر متقطعين كده حلقات، عشان الجزر بيبقى قاسي شوية. هنسيبه يدبل مع البصل تقلبتين كده بس لحد ما احس ان الجزر بدأ يدبل معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده. هبدأ انزل بقى عليهم ب3 حبات من الطماطم متقطعين، وهقلبهم برضو معاهم يتشوح بقى الخضار كله مع بعض ويدبل. انا عايزة الخضار يبقى ياخد كله من طعم بعضه. بعد كده هنزل بربع كيلو من العدس المغسول تحت المية الجارية ومتصفي كويس قوي. يعني انا غسلته كذا مرة كده تحت الحنفية وبعد كده صفيته. بديله تشويحة كده مع الخضار زي ما بنشوح الرز. وبعد كده هنزل بقى بمكعب كده من المرقة. في المرحلة دي انا مش هضيف ملح ولا اي حاجة، انا هضيف بس مكعب المرقة وهشوحهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تقلبتين 3 كده مش كتير. وبعد كده هنزل عليهم بالمية السخنة المغلية. نزلت بحوالي 1.5 لتر من المية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هغطي عليه بقى واسيبه يستوي خالص مع نفسه، وما بياخدش وقت خالص، يعني من ربع ساعة لتلت ساعة كده. هبص عليه زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة هطلع الجزر وهشوفه كده، لو لقيت الجزر استوى معايا لان هو كل الخضار بيستوي بسرعة. وهطفي عليه بقى. وبعد كده هعمل دقة كده بحب اعملها قوي مع العدس. هبدأ كده اجيب حلة صغيرة واحط فيها شوية من الزيت، وبعد كده هنزل بفلفل من اللي هو الحامي ده. لو مش حابة الحامي ممكن تحط بارد عادي. وهشوحه كده في الزيت لحد ما يدبل معايا. هبدأ اشوح فيه لحد ما يدبل وياخد لون زي ما انتوا شايفين كده، اللون الذهبي ده. بعد كده هنزل عليهم بحوالي 4 فصوص كده من الثوم مفرومين ناعم، وهقلبهم كده لحد ما اشم الريحة بتاعة الثوم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هنزل عليهم ب4 حبات من الطماطم كده متقطعين تقطيع صغير زي ما انتوا شايفين، وهقلب كده بالراحة. وبعد كده هضيف لهم حوالي نص معلقة صغيرة من الملح وربع كوباية من المية او فنجان صغير من المية، وهقلبهم بقى كويس وهسيبها خالص. هوطي عليها النار وهسيبها تتسبك خالص مع بعضها. بتبقى جميلة قوي جنب العدس، وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. هبدأ افتح عليها كده واشوفها، هلاقيها بتغلي كده. هبدأ اهرسها كده علشان الطماطم تتسبك خالص معايا زي ما انتوا شايفين. اهدي بقى عليها النار وهسيبها تتسبك وتقصر خالص لحد ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي خلاص كده استوت معايا، بقت تمام قوي. هطفي عليها بقى النار. نرجع بقى للعدس بتاعنا. انا خلاص هضربه في الخلاط زي ما انتوا شايفين. لو هتضربي العدس في الخلاط وهو سخن، افتحي الغطا بتاع الخلاط اللي بيبقى الصغير اللي هو زي الكوباية ده، علشان البخار ما يتكتمش جوه ولا قدر الله الدرق بتاع الخلاط يفرقع. يا اما تستني عليه لحد ما يبرد خالص.
او تستخدمي الهاند بلندر لو موجود عندك. دي الفتحة اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي بتكون الكوباية اللي بنشيلها عشان انا ضربته وهو سخن زي ما انتوا شايفين، عشان تتفادي اي حاجة ممكن تحصل معاكي. هبدأ بقى اصفي العدس عشان ما يكونش فيه اي شوائب خالص من بتاعة الخضار، انا عايزاه يكون كريمي خالص معايا. وبعد كده هبدأ اضرب الجزء التاني اللي فاضل معايا وهرجع لكم تاني. بعد بقى ما صفيت العدس وخلاص حطيته في الحلة، هبدأ بقى اجيب عندي طاسة كده، وهحط فيها معلقتين من الزيت، ومعايا هنا معلقة كبيرة من اللي هي الضاني، دي بتفرق قوي في طعم العدس، لو موجود عندك ما تتردديش وحطيها، بتخلي العدس بصراحة في حتة تانية خالص. هبدأ كده اسيحها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تسيح خالص معايا. وبعد كده هنزل معايا كوباية الا ربع من الشعرية زي ما انتوا شايفين كده، دول حوالي 100 جرام. هبدأ اقلب فيهم كويس قوي لحد ما الشعرية تاخد لون ذهبي معايا، انا عايزاها يبقى لونها كده ذهبي وموحد زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خلاص هي كده بقت تمام قوي معايا، هبدأ انزل بيها زي ما انتوا شايفين كده على العدس. بسم الله. هبدأ اضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون، وهقلب كويس وهشوف الملح بتاعي مظبوط ولا لا، وهخليها تاخد غلوة واحدة بس وهطفي عليها عشان الشعرية بتلزق تحت، انا مش عايزة الشعرية تلزق، هي يدوب اول ما بتاخد غلوة واطفي عليها النار بتستوي خالص على البخار لوحدها. زي ما انتوا شايفين لون العدس حاجة حلوة كده ما شاء الله، والقوام بتاعه كريمي خالص. خلاص بقى خد الغلوة بتاعته معايا، هطفي عليه بقى النار وهسيبه بس 10 دقايق ونبدأ نقدمه مع بعض. خلاص هننزل بقى بالعدس الجميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين اللون بتاعه والقوام، وطبعا كل ما بنسيبه بيتقل، ولو تقل معاكي وحسيت ان انت عايزة تخففيه هتبدأي تزودي له مية. وكمان معانا الدقة الجميلة اللي احنا عملناها بتبقى طعمها تحفة قوي مع العدس، وهنقدم معاه بقى بصل اخضر وليمون، وطبعا لو في عيش محمص هيبقى حاجة جامدة جدا. احلى وقت اللي تعملي فيه العدس دلوقتي في الجو الساقع ده، يلا اعمليه ودفي ولادك وجربيه بالطريقة بتاعتي دي، وان شاء الله هتعجبك جدا. هستنى رأيكم في الكومنتات. يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك بيرفع الفيديو بيخلي اكتر عدد من الناس تشوفه. هستناكم في فيديو جديد ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.